اويلي يابا عشاق الباستا نايمين قاعدين. اليوم الوصفة خطيرة وكلش طيبة، انصحكم بيها، لازم تجربوها. ولا تنسون اذا الفيديو عجبكم تحطونا لايك وتسوون متابعة وتكتبون تعليق حلو، والف الف عافية مقدما. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. يابا نجيب جدر وكمية زينة من المي ونخلي خاشوقة اكل ملح. بعدها نضيف اي باستا عندكم متوفرة بالبيت. هنا أنا عندي ربع كيلو صدر دجاج فتحته بهذا الشكل وشوية دقيته ونشفته من السوائل. بعدها رشيت عليه فلفل أسود ورشيت عليه شوية ملح، سوينا له مساج. بعدها جبنا طاوة وخليت الزبد ونزلت البصل مثروم ناعم، بس مجرد شوية يعني الطاوة تاخذ نكهة. نشيل البصل ونرجع نخلي الزبد وننزل صدر الدجاج ونبدي نقلب بيه يمنى يسرى وشوية نقبضها حتى يستوي. يعني هاي العملية 10 دقائق تاخذ من عندكم. وأنا هنا ضفت عليه شوية بابريكا وأورجيانو، ضفت عليه حتى مثل ما قلت لكم الطاوة والزبد ياخذ نكهة. لين بعد ما نكمل الدجاج راح نسوي الباستا بنفس الطاوة، فحتى تكون النكهة كلش طيبة ومميزة. شوفوا بهاي الطريقة شلون قلبناه، وطبعا كل دقيقتين هيك شوية نضغط عليه حتى يستوي عندنا. باع اللون مالته شلونه ما شاء الله، وباعوا لي الزبد اللي موجود بالطاوة كله بهارات. وهنا بعد ما استوى عندنا راح اشيله اخليه على صفحة مثل ما تشوفون بالفيديو. هنا بعد ما شلته رجعت البصل وشوية نحمسه، بعدها نزلت فصين ثوم ناعم ونرجع نحمس. هنا نزلت الباستا بهذا الشكل. بعد ما نزلتها ارجع شوية احمسها تاخذ لون. بعدها اضيف تقريبا نص قلاص كريمة طبخ وشوية نجانس المكونات، وراح اضيف من المي مال الباستا سلقتها تقريبا هم نص قلاص ضفت، وارجع اجانس المكونات مثل ما تشوفون بالفيديو. طريقة كلش سهلة. هنا رشيت شوية ملح ورجعت رشيت تقريبا نص ملعقة اكل اورجيانو، يعطي نكهة كلش طيبة للباستا. طبعا انا دا اسوي الريحة ما احكي لكم كلش طيبة. بعد ما استوت عندنا قطعت الدجاج ونزلته بهذا الشكل وشوية رشة خضرة للزينة، والف الف عافية. حبايبي لا تنسون تحطون لايك وتسوون متابعة اذا الفيديو عجبكم وشاركوه لاصدقائكم، ومع السلامة.